السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بالتوفيق ان شاء الله. دي اخر ليلة من ليالي البراكتس. ربنا يعيد عليكم الايام بالخير يا رب، وان شاء الله تكونوا موفقين في اللي جاي باذن الله. طيب احنا دلوقتي هنشرح ايه؟ احنا هنشرح النظري بتاع محاضرات الترم كله. اي نظري في الترم كله اللي هم تقريبا 6 محاضرات او 7 محاضرات هنراجع عليهم ان شاء الله النهاردة في السريع. طيب اول حاجة معانا الاي بي جي اللي هي الارتيريال بلاد جازز اللي هي عينة الدم الشريانية. وقلنا اول حاجة معانا في الاي بي جي سؤال مهم جدا، وهو هيقولك ايه هي الكومبوننت بتاعت الاي بي جي. طيب يا جماعة ايه هي الكومبوننت؟ وركزنا على الاكسجين. اول حاجة قلنا هنبدأ بالاكسجين. اول حاجة في الاكسجين BaO2 CSAO2. طيب يعني ايه الكلام ده؟ BaO2 النورمال بتاع الاكسجين بتاع الجسم من 80 ل 100 مليمتر زئبقي. طيب SaO2 هيكون من 95 ل 100%. طيب في CO2 اللي هي بتاعت ثاني اكسيد الكربون قلنا النورمال بتاعها هيكون من 35 ل 45 مليمتر زئبقي. طيب خدنا بعد BaCO2 بتاعت ثاني اكسيد الكربون قلنا هنربط بعدها الBH. طيب اشمعنى الBH؟ لان BaCO2 فيه رقمين اللي هم 35 و 45، ودول برضو موجودين في الBH. وقلنا الBH بتاع الجسم النورمال بتاعه بيكون من 7 و35 ل7 و45. بعد كده خدنا البيكربونات HCO3 اللي هي خامس حاجة معانا، وقلنا هي الشاذة الوحيدة والنورمال بتاعها من 22 ل26. خدنا الانديكيشن بتاعة الاي بي جي دواعي الاستعمال، وعرفنا ان في 4 فيلير. خدنا امتى الفيلير؟ يا اما يكون في ريسبيراتوري فيلير، كاردياك فيلير، ليفر فيلير، رينال فيلير. اي فشل من الاربعه دول بيبدا هو في الانديكيشن بتاعتنا. وطبعا انا بعت لكم الملخصات على الواتس، ملخصات جميله جدا وهتسهل عليكم حفظ النظري بتاع محاضرات العملي اللي هي علينا مكرره علينا. طيب بعد كده عرفنا في الانديكيشن لو هو عنده سيفير انس. يعني ايه سيفير انس؟ عنده مثلا دايابيتس، مرض سكري، غيبوبة سكر يعني. بناخد دي من الامراض الخطيرة او حالات الامراض الشديدة. بعد كده خدنا لو هو عنده بيرنز، عنده توكسينيا، او عنده كوما. بيرنز حروق، توكسينيا اللي هي تسممات، او عنده غيبوبة اللي هي كوما. فدول التلاتة مهمين الى جانب الاربعة بتوع الفيلير، الى جانب السيفير انس. طيب بعد كده ايه هي الكونترا انديكيشن بتاعتنا، موانع بتاعتنا؟ وقلنا من الموانع 4. يا اما لوكال انفكشن، المكان اللي انا هسحب منه عينة الدم الشريانية عنده انفكشن فيه، طبعا ده من الموانع ان انا اخد السايت ده. طيب بعد كده عنده ديسترويد اناتومي، المريض بتاعي عامل جرافيتس، عامل ترقيع، ده طبعا ما ينفعش اخد عينة دم شريانية منه. ليه؟ لان الاوردة بتاعته مش هتكون منتظمة، فهتلقى كل لما تيجي تدخل السن هتدخل السن غلط، وهتجيب له تلف في الاعصاب ومعرفش ايه وهكذا يعني. طيب بعد كده عنده عيب خلقي. ما هو يا اما عيب، يا اما هو عامل عملية، يا اما في عيب خلقي اصلا. دي حاجة اساسية تقريبا في كل المنهج. طيب ايه هو العيب الخلقي بتاعه؟ عنده congenital او عنده malformation، عنده تشوهات خلقية. طيب او عنده بيرنز، عنده حرق. طبعا اللي عنده حرق في السايت اللي المفروض تاخد منه عينة الاي بي جي ما ينفعش تروح تاخد من السايت ده. طيب لو عنده حرق في مكان تاني غير الساعد اللي هو المكان اللي باخد منه عينة الدم الشريانية، ابشر يا باشا، مكانه متاح لك اهو، تقدر تاخد منه العينة اللي انت عايزها. او المريض بتاعي عامل فيستيولا دي بتبقى معمولة لامراض الكلى اللي بيعملوا غسيل كلوي. الفستيولا دي وصلة شريانية وردية، البيشنت ده ما ينفعش اسحب منه عينة دم شريانية. خدنا بعد كده ايه هي الكومبليكيشن والبريفنتيشن بتاعتها، وعرفنا ان الكومبليكيشن هي المضاعفات والبريفنتيشن هي طريقة الوقاية من المضاعفات. اول حاجة معانا بيقولك البيشنت بتاعي جاله هيماتوما. هيماتوما دي تجمع دموي تحت سطح الجلد.
التجمع الدموي اللي تحت سطح الجلد، ازاي اعمل له بريفنتيشن او ازاي اعمل وقايه ان انا ما يجيليش هيماتوما. ان انا اعمل ابلاي بريشر، ضغط بنسبه طريقه مثلا ما تقلش عن ربع ساعة على السيت اللي انت طالع منه بعينة الدم الشريانية، لان ممكن يتكون هيماتوما لو انت استخدمت وقت اقل من كده. طيب الانفكشن، العدوى الموضعية، طبعا يا جماعة البيشنت بتاعي لو هو حصل له نزيف، ده طبعا طريق لدخول العدوى. تاني حاجة، انت ما اتبعتش للاسيبتك تكنيك اللي هي تقنيات التعقيم التابعة لوزارة الصحة. طيب بعد كده خلاص عرفنا ازاي الانفكشن من الكومبليكيشن، وعرفنا ايه هي البريفنتيشن بتاعتها، طريقة الوقاية منها. بعد كده هناخد الكومبليكيشن الاخيرة وهي نيرف دامج، اللي هو تدمر الاعصاب. وتدمر الاعصاب ده عشان اعمل وقاية منه لازم يبقى سيفير، ان انا اعمل سيلكت انجل اللي هو زاوية صحيحة، او سيلكت بوزيشن وضعية صحيحة. يبقى كده خلصنا محاضرة ال ABG. ندخل على المحاضرة اللي بعدها. هناخد بعد كده السكشن اللي هو التشفيط، وهنتكلم عن 6 حاجات اساسية في السكشن. اول حاجة معانا السايت بتاعنا عبارة عن 4 اماكن متقسمين لتو لور وتو ابر. يبقى يعني ايه تو ابر وتو لور؟ اللي هو جزئين، 2 في الابر ريسبيراتوري تراكت اللي هما الاورو والنازو، الانف والبق. طيب وفي اللور موجود التراكوستومي والاندوتراكيال. ماشي يا شباب؟ تمام. بعد كده هناخد البربوس بتاعة السكشن. واول حاجة معانا في البربوس اللي هو منتين اورال هايجين، بحافظ على نظافة الفم بتاعة البيشنت. طيب يعني ايه بيربوس الاول؟ ايه هو الغرض من التشفيط؟ انا بعمل سكشن ليه؟ عشان اول حاجة في سكريشن في قلب الاير واي بتاعت البيشنت، فانا بعمل ريموف للسكريشن. احنا هنرتبها لكم بطريقه جميله كرييتيف يعني. طيب هنبدا، احنا عارفين ان السكشن بنشيل بها افرازات. طيب بالعقل كده انت بتعمل سكشن ليه؟ ايه الغرض من السكشن؟ هتقوم راح قايل لي عشان اشيل الافرازات. دي اول حاجه اللي هي هتبقى رقم 2 بالنسبه للسلايد عندك، كان ريموف سكريشن. ليه؟ اللي هي الاوبستراكتس اير واي اللي هي بتقفل مجرى الهواء. كده كده احنا بنقول ريموف للسكريشن لان اكيد السكريشن بتعمل انسداد في مجرى الهواء. فاحنا هنختصر الجمله في ايه؟ ان احنا بنعمل ريموف سكريشن. بعد ما انا اعمل ريموف سكريشن بيبقى في ايزي في الفنتيليشن اللي هي فاسيلاتيت فنتيليشن، بنسهل عمليه التهويه. بعد كده هنرجع لرقم 1. طيب بنسهل عملية التهوية، نطلع لفوق شوية بقى ونحافظ على نظافة الفم، 200 اورال هايجين. ماشي، والكمفورت بتاع البيشنت اللي هو راحة المريض. طيب بعد كده هناخد ان انا باخد السكريشن دي واعمل بيها دايجنوستيك بيربوس زي ما هو اللي هي التحاليل بتاعه المختبرات. بعد ما نعمل دايجنوستيك بيربوس بناخد البريفنتيشن انفكشن، بنمنع العدوى. ازاي بنمنع العدوى؟ عن طريق ان احنا ما بنخليش يبقى فيه accumulation للسكريشن اللي هي تراكم الافرازات بينتج عنه عدوى. فاحنا بنعمل بريفنت الانفكشن، بنمنع العدوى عن طريق ان احنا بنشيل السكريشن بحيث ان ما يتكونش accumulated للسكريشن اللي هي تراكمات للسكريشن. بعد كده دواعي البيشنت بتاعي عنده حالتين في الكف بتاعه، يا اما اناديكيوت اللي هو غير كاف او في ابسنت في الكف، يا اما اناديكيوت كف او في ابسنت للكف، غياب في الكحة او عدم او سعال غير كافي. تمام يا جماعة؟ او انابيلتي كف وخلاص يا جماعة. طيب لو هو في سكريشن بقى في الاير واي بتاعته، من دواعي الاستعمال كمان ان هو البيشنت مش قادر يعمل اكسكريشن للسكريشن او موبلايز للسكريشن اللي هو يطرد السكريشن، مش راضية تخرج ولا تطرد من مجرى الهواء. ليه يا جماعة؟ لان السكريشن دي عنده difficult صعبة، وكمان عنده ان هي سميكة. طيب لو هي difficult مش قادر يعمل لها مش قادر يعمل لها موبلايز، ومش قادر يعمل لها اكسكريتور اللي هو اخراج. طيب
بعد كده عرفنا ان هو عنده كلينيكال ساينس، علامات سريرية بريزنت كلينيكال ساينس، ماشي. وكمان البيشنت ده عنده اضطراب ديس اوردر في النيرف ماسكولار، اضطراب عضلي عصبي، سواء في السي في اي اللي هي السكتة الدماغية، او اني اذر في السي ان اس، او اي حالة في الجهاز العصبي المركزي. خلاص عرفنا ايه هي الانديكيشن، دواعي الاستعمال بتاعنا، ونراجع عليهم وقلنا هم 5. اول حاجتين معانا في القف، هنقول عن القف 2. القف يا اما انادكيوت غير كاف، او اما يكون في ابسنت في القف. خلاص كده سهلناها، ابشر يا بيه. بعد كده قلنا ان في موبلايز سكريشن. هو خلاص اتكلمنا عن الكف اللي هي الكحة. بعد ما اتكلمنا عن الكحة اتكلمنا عن السكريشن، وقلنا ان السكريشن بتاع البيشنت مش قادر يعمل له موبلايزيشن، او مش قادر يعمل له اكسكريشن اللي هو اخراج. طيب ليه مش قادر يعمل للسكريشن كده اللي هي الافرازات؟ لان السكريشن فيها حاجتين، يا اما هي ديفيكولت صعبة، او هي سك. طب لو هي ديفيكولت مش قادر يعمل لها ابدا، هي صعبة مش قادر يعمل لها اكسكريشن او موبلايزيشن، طرد، او موبلايز اللي هو اخراج. طيب بعد كده قلنا ان في حاجتين، ان البيشنت عنده كلينيكال ساينس، علامات سريرية، او عنده نيورو ماسكولار ديس اوردر، اضطراب عضلي عصبي في السي في اي السكتة الدماغية، او اني اذر كونديشن اللي هي السي ان اس، اي حالة في الجهاز العصبي المركزي. خدنا بعد كده الكومبليكيشن، المضاعفات، وعرفنا ان مضاعفات السكشن اللي هو التشفيط، البيشنت بتاعي من كتر التشفيط جاله حاجة اسمها هايبوكسيميا. يعني ايه هايبوكسيميا؟ نقص الاكسجة. انت مدخل حاجة يا بيه في مجرى التنفس، ازاي البيشنت هيقدر يتنفس بحيث ان النفس يدخل اكسجين للرئة، فالدم اللي في الرئة ياخد الاكسجين ويرجع تاني للقلب، ان القلب بيوديه على الجسم كله، فبيحصل حاجة اسمها هايبوكسيميا. بعد كده بيحصل حاجة اسمها كاردياك ديسريزميا، عدم انتظام في ضربات القلب. طبعا ما هو القلب بيوصل له الدم ناقص، فطبعا هيجيله عدم انتظام في ضربات القلب. انت بتقول ايه؟ اكيد دي الكلام المظبوط، لازم نربط الافكار ببعضها. وطول ما انا حاطط حاجة عمالة تعمل شفط شفط شفط، شفت كأنك ماسك بالونة وفرغت الهواء اللي فيها، وعمال تشفط تاني من الهواء اللي في قلب البالونة، وهي اصلا ما فيهاش هواء، فبيحصل تريومة في الاير واي. الاير واي بتاعتك بتنقبض على بعضها بسبب الشفط اللي جواها، جدران الاير واي بتستجيب ليها، فبيحصل لها تريومة اللي هي اصابة، وبتنكمش جوه، من جوه يعني. طيب بعد كده النازوكوميا الانفكشن، بيجي عدوى مكتسبة من المستشفى، ماشي تمام، عن طريق النوس، طبعا بسبب ان انا استخدمت التيوبة بتاعتي مش استرايل، مش معقمة. البوزيشن بتاعي يا اما في الاورو يا اما في النازو. لو انا بعمل من الاورو هيبقى سين فولورز اللي هي الزاوية ال45، والفيس اللي هو الوش بتاعه هيكون تيرن تو وان سايد، هيبقى اتجاه واحد، يا اما يمين يا اما شمال. طيب بالحالة اللي هي بتاعة النازو برضه هيبقى قعدته سين فولورز اللي هي زاوية 45 زي ما احنا شايفين كده، بس هيكون في حاجة تانية بقى للسين فولورز بتاعة النازو. الهيد، الراس بتاعته هتخلي الني اللي هي الرقبة بتاعته، النك بتاعته هتخليها هايبر، يعني مرتفعة، ترفع الرقبة بتاعته لفوق. تمام يا جماعة؟ تمام. بعد كده الكونترا انديكيشن، الموانع. من الموانع بتاعت اللي هي السكشن حاجات مهمة قوي. البيشنت ده عنده بليدنج، نزيف، يا اما النزيف بتاعه في الحلق، ماشي، وده او بياخد ادوية سيولة. لو هو بياخد انتي كواجوليت من ادوية السيولة يعني، ما ينفعش اعمل له سكشن. طيب ليه؟ لان الشفط هنا ممكن يجرح المكان ويزيد النزيف. البيشنت اللي بياخد ادويه انتي كواجوليت اللي هي ادويه السيوله، لو انت بس وانت بتحرك كده التيوبه في قلب مجرى التنفس وخبطت الجدار بتاع الاير واي، سبحان الله تلقى نزيف داخلي. النزيف داخلي بقى يدخل في اصابات وحاجات خطيره، ما علينا من الحاجات دي. طيب
بعد كده عنده اصابات في الرأس في الهيد، او ارتفاع في ضغط الدم داخل المخ. اهو بيقول لك مثلا، يعني انا بشرح من الورق اللي انا كاتبه، من الحاجات اللي انا شرحها لكم قبل كده. فبالنسبة هنا للسلايدات دي انا هقول لكم تعلموها ازاي. بليدنج ديس اوردر، نزيف حاد نتيجة ان في الحلق، ان هو عنده في الحلق نزيف حاد، او بياخد انتي كواجوليت ادوية سيول. ده بالنسبة للجملة الاولانية. بعد كده سيفير برونكوسبازم، اللي هي تشنج القصب الحاد، حصل تشنجات في القصبة الهوائية. مش احنا كنا بنقول فوق في الكومبليكيشن المضاعفات حصل تريوما في الايروي؟ من التريوما في الايروي من المضاعفات بتاعها البرونكوسبازم حصل لها تشنجات سيفير، التشنج يعني قصب حاد. بعد كده او عنده لارينجل اسبازم، عنده برضو تشنج حنجري. ماشي. او عنده irritable في الايروي اللي هي مجرى الهواء بتاعه، عنده حصل له تهيج. ماشي. بعد كده يعني انا افضل اشرح من اللي انا عامله احسن من اللي في السلايد، لان كده انتوا مش هتفهموا حاجة. طيب نخلينا في اللي انا كاتبه الاول وبعدين نرجع تاني للسلايدات عشان ما نضيعش وقتنا. بيقول لك في الريزميا، احنا قلنا خلاص عنده اصابة في الهيد، او عنده الهايبرتنشن ارتفاع في ضغط الدم ان ذا اسكال داخل الجمجمة او داخل المخ. فالشفط هنا بيزود الهايبر، بيزود الضغط البريشر داخل الجمجمة، وده خطر. طيب مشاكل في القلب البيشنت بتاعي اللي عنده اريزميا. طيب السكشن هيعمل ايه؟ هيعمل بطء في ضربات القلب. مش احنا قلنا انه عنده كنا بنقول اهو، نرجع لفوق شوية، لسه قايلنا من شوية يا ولاد، راحت فين؟ عنده كاردياك ديسريزميا، اضطراب في القلب من الكومبليكيشن. انا جبت لكم الكومبليكيشن وحاولت ان انا اطلع منها الكونترا انديكيشن على قدر الامكان، لان طبعا الكونترا انديكيشن مكتوبة هنا بشكل سيء وبشكل محدش يستطيع حفظه. تمام. بعد كده خلاص خلصنا الهايبوكسي، خلصنا الاريزميا. بعد كده حصل هايبوكسيا، نقص في الاكسجة، برضو دي من الكونترا انديكيشن، من الموانع. نقص اكسجة، ان الشفط ممكن يقلل الاكسجة. صح؟ صح. خصوصا لو انت تعمل السكشن لفترة اطول من مدته. تمام. عشان كده بدي اكسجين قبل وبعد التشفيط. طيب البرونكوسبازم اللي هو تشنج الشعب الهوائية زي مرضى الربو. ماشي. برونكوسبازم او لارينجل سبازم او irritable airway اللي هو تهيج في مجرى الهواء، وعنده اورام او اصابة في مجرى الهواء. ده ممكن يسيب او يسبب ضرر اكبر او يزود التورم، ممكن يعمل اديمة او تريومة في الايروي. ماشي. هو ده ملخص الكونترا انديكيشن اللي هي الموانع. يبقى كده بعد كده التايب اوف سكشن، يا اما وول وبنظبط البريشر بتاعه من 120 ل150، يا اما بورتابل اللي هو محمول من 7 ل15 مليمتر زئبقي. ايه تاني عندنا في السكشن؟ دي البروسيجرات. خلاص. ندخل في المحاضرة اللي بعدها. اول حاجه معانا في السي في بي، وهناخد ايه هي الانديكيشن، دواعي الاستعمال بتاعه السي في بي. وقلنا السي في بي ده دليل السوائل في جسمي. يعني ايه دليل السوائل في جسمي؟ يعني الجايد تو فلويد. بعد كده خدنا ان هو اللي بيحدد البريشر ان رايت اتريوم، هو اللي بيحدد الضغط في الاذين الايمن، وكمان بيقدر البلاد فوليوم ديفيسيت اللي هو النقص في حجم الدم. وعرفنا ان هو بيأسسمنت للكاردياك فانكشن لوظائف القلب، وكمان بيعمل اسس للايفالويت ريتيرن بلاد، بيقيم عودة الدم الوريدي للقلب من البلاد للهارت. كله بيدور حوالين موضوع واحد، واحنا قلنا اللي هو الداخل والطالع من القلب. خدنا بعد كده النورمال رينج بتاع السي في بي، وعرفنا ان احنا بنقيسه من على المانوميتر، والنورمال بتاعه بيكون من 5 ل10 سنتيمتر H2O. وخدنا من الكومبليكيشن من المضاعفات 5،
واحنا فاكرين ان المحاضرة دي اسمها 5 خمسات. المحاضرة دي قلنا من الكومبليكيشن الخمسة غيرنا الترتيبة اللي هم عاملينها وقلنا ترتيبة تانية. بقى هنرجع تاني للسايت، نقول بس الكومبليكيشن بتاعتنا من المضاعفات ان احنا قلنا اول حاجة حصل كاسيتار ديسبليسمنت، انزياح في القسطرة. المريض بتاعي نايم متحرك فالقسطرة حصل لها انزياح في القسطرة. بعد كده حصل كاسيتار اكيولوجن اللي هو انسداد في القسطرة. انسدت ازاي يا جماعة؟ حصل بلاد كلوت اللي هو جلطة دموية او كنجد في التيوب اللي هي التوت. بعد كده حصل هيموريدج نزيف، ما هو الانبوبه التوت او حصل بلاد كلوت هيحصل نزيف. بعد ما يحصل نزيف واحنا قلنا اي جرح مفتوح بيجيب انفكشن، اي جرح مفتوح بيجيب ايه؟ انفكشن. يبقى جاله عدوى انفكشن. وبعد كده حصل اير امبوليزم، انصمام هوائي او جلطه بسبب الهواء اللي دخل. وهنرجع نقول السايد بتاعتنا، السايد بتاعت السي في بي هي 3. رحنا فين؟ يا اما انتراجاجولار اللي هي في الرقبة، او سب كليفيال. السب كليفيال دي اللي هي تحت الترقوة، او فيمورال فين اللي هي بتكون في الفخذ. بعد كده رجعنا وقلنا ايه هي الفاكتور اللي بتنكريز على السي في بي، وكله طبعا لازم يعمل جدول سواء في كراسة او في ذهنه او في اي مكان، ان شاء الله لو على الحيطة تعمل الجدول وتكتب فيه تكتب فيه 3 خانات. الخانة الاولى مكتوب فيها كاردياك اوتبوت، والخانة التانية مكتوب فيها سي في بي، والخانة التالتة فيها البادي فلويد. وقلنا العلاقة بين البادي فلويد وبين السي في بي علاقة طردية، فبنكتب تحت البادي فلويد والسي في بي طردية، وبنكتب تحت الكاردياك اوتبوت عكسية. دلوقتي احنا بنقول حصل في السي في بي انكريز، فبدل ما حصل في السي في بي انكريز يبقى البادي فلويد برضو عشان العلاقة بينه وبين السي في بي طردية حصل له انكريز، هنقوم قايلين البادي فلويد حصل له ايه؟ انكريز، اللي هي بتساوي عندك هنا هايبر فوليميا. ماشي. بعد كده خدنا ان الكاردياك اوتبوت بينه وبين السي في بي علاقه عكسيه، فبدل ما حصل انكريز للسي في بي يبقى يحصل ديكريز للكاردياك اوتبوت اللي هي بتساوي عندك مكتوبه اهي ديكريز في الكاردياك اوتبوت. بعد كده خدنا حصل ان في كاردياك تمبونيت. كاردياك تمبونيت دي زي الاديمه، تجمع السوائل حوالين القلب. بعد كده حصل حاجة أساسية معانا في كل المحاضرات برضو، حصل هارت فيلير. هارت فيلير زي اللي موجودة في الاي بي جي اللي احنا قلنا عليها. حصل هارت فيلير، وكمان حصل فورسد اكسهاليشن، صعوبة في الزفير. ودي احنا حطيناها شاذة كده في النص عشان نعرف نجاوب على الديكريز. تمام. في 5 احنا قلنا ال5 اللي على القلب، هناخد ال5 اللي على الرئة. بيقول لك حصل بالمونري افيوجن، وهي زي الكاردياك تيمبونيد. الكاردياك تيمبونيد قلنا ان حصل اديمة حوالين القلب، فهنقول في البالمونري افيوجن حصل ان في اديمة حوالين الرئة. طيب حصل بالمونري امبوليزم، جلطة رئوية، فالدم ما بيروحش للقلب تاني. بعد كده خدنا ان في بالمونري هايبرتنشن، ارتفاع الضغط الرئوي. وكمان حصل تنشن في النيوموثوريك اللي هي استرواح صدري ضغط، يعني في خرم في الرئة بيسرب الهواء فبيضغط الهواء على القفص الصدري والرئة والقلب. خدنا بعد كده ايه هي الفاكتور اللي بديكريز على السي في بي، ايه هي الفاكتور اللي بديكريز على السي في بي، وقلنا هم 3، ان واحدة في القلب، واحدة في الرئة، واحدة في الاوعية الدموية. وانت معاك اجابتين من الجدول، يعني ايه السي في بي حصل له ديكريز يبقى البادي فلويد حصل له ديكريز اللي هي بتساوي عندك هايبوفوليميا. بعد كده قلنا ان العلاقة عكسية بين الكاردياك اوتبوت والسي في بي، فالسي في بي حصل له ديكريز يبقى الكاردياك اوتبوت حصل له انكريز، فهي بتساوي عندك يعني تشوك. بعد كده الحاجة التالتة، وقلنا ان هي شبه الشاذة اللي عندنا في الانكريز. قلنا في الانكريز بيحصل فرصة اكسهاليشن، يبقى في التجريز ديب انهاليشن. يبقى نرجع تاني، الانكريز فرصة اكسهاليشن، والديكريز ديب انهاليشن. ماشي يا شباب؟ تمام. بعد كده هناخد ايه تاني؟ equipment for measure. خلاص كده. الله، المحاضرة خلصت في ثواني، مش عامل حسابي. طيب
خلاص. عرفنا ان احنا بنقيس من الفراغ اللي بين الضلع الرابع والخامس. ناخد المحاضرة اللي بعدها. بعد كده هناخد ايه هي الاي في انجكشن، الحقن بتاع الاي في. اول حاجه في الاي في عرفنا الفرق بين الفينز وبين الارتري اللي هو الاورده والشرايين. وبنعمل في الفين في الاورده اي في انجكشن او بلاد سامبل او كانيولا، دول التلاتة اللي بنعملهم في الفين. وبنعمل في الارتري يا اما اي بي جي اللي هي البلاد جازز، او ارتريال كانيولا، كانيولا بتاعت الكانيولا الشريانية. تمام يا شباب؟ تمام. بعد كده خدنا سيبك من الميديكيشن، سيبك من السوليوشن برضو. برضو بلاد ادمنستريشن مش مهمة، يعني كومبوننت بلازما وبلاتلتس، وسيبك منها برضو. هناخد ايه هي الكونترا انديكيشن بتاعتنا، الموانع بتاعت الاي في انجكشن. يا اما البيشنت بتاعتك لو هي فيميل وعامله ماستكتومي اللي هي استئصال ثدي. استئصال ثدي ده بنسالها الاول انت عامله استئصال ثدي، لو يمين ما ينفعش تديها انجكشن في دراعها اليمين، لو عامله في الشمال ما ينفعش تعمل لها انجكشن اي في دراع الشمال، او اي حاجه بشكل عموم في الدراع الشمال او في اليمين على حسب هي عامله ماستكتومي فين. يعني مثلا لو جيت تقيس الضغط وقلت لها وهي قالت لك انا عامله ماستكتومي في اليمين، عامله استئصال ثدي في اليمين، ما ينفعش تقيس لها الضغط من الدراع اليمين. طب لو عامله في الشمال برضو ما ينفعش تقيس لها ايه في الشمال. بعد كده من الكونترا انديكيشن بتاعتنا خدنا ان في حاجه اسمها شنط. الشنط دي اللي هي الوصله الوريديه الشريانيه، بيبقى عاملينها مرضى الغسيل الكلوي. بعد كده خدنا باراليسيز اللي هي البيشنت بتاعي عنده شلل. ماشي تمام. بعد كده الكومون فين سايتس، يا اما بنعمل من الميتا كاربال فين. احنا بادئين من تحت لفوق. طب اشمعنى ما بدأناش من البازيليك فين؟ لان يا جماعة لو انت جيت تخش في السايت، مثلا لو انت بدأت من البازيليك فين، وليكن بدأت من البازيليك فين ودخلت غلط وطلعت خلاص، فينفع ترجع تاني تحقن من تحت شوية اللي هي من عند السيفاليك فين؟ لا ما ينفعش. طب ينفع تحقن من الميتاكاربال فين؟ لا ما ينفعش. طيب لو انا بدأت بالميتاكاربال فين اللي هي موجودة في الهاند ودخلت غلط وسحبت السرنجة وجبت سرنجة جديدة وجيت اجرب تاني، هل ينفع ان انا استخدم السيفاليك فين؟ ينفع. طب ينفع استخدم الباسيليك فين؟ ينفع. طول ما انت بادئ من تحت لفوق اللي هو من عند الايد، من عند صوابع الايد كده لفوق، انت في الامان. اما لو بدأت من فوق ورجعت تاني على نفس الشريان لتحت، لا ما ينفعش. طيب نخش على محاضرة البلاد سامبل. البلاد سامبل اللي هي عينة الدم. عينة الدم بتاعتنا بنستخدم سيبك من الديفينيشن برضو، سيبك من الاكويبمنت وسيبك من التيوب برضو ما بيسألوش فيها. بس خلاص. بس الزاوية بتاعت اي انسيرشن، سواء في ان انت بتاخد عينة دم او بتعمل او بتدي انجكشن، الزاوية بتاعتك بتكون 30 فيما اقل. ليه 30 فيما اقل؟ لو البيشنت بتاعك الاوردة بتاعته سوبرفيشال بتستخدم زاوية اقل من كده. لو البيشنت بتاعك الاوردة بتاعته ديب بنستخدم زاوية اكبر من كده. وزي ما خدناها في الكانيولا، او في الكانيولا بيقولك اهو بنستخدم زاوية من 15 ل25 لو الأوردة بتاعته سمول وسوبرفيشال. طيب لو من 25 ل30 لو هي ديب ولارج كبيرة. بعد كده ناخد ايه هي الانديكيشن، دواعي الاستعمال بتاعة الكانيولا. دواعي الاستعمال بتاعة الكانيولا 4. يا اما انا عايز اعمل اي في انتي بايوتيك، او عايز ادي اي في فيدنج تغذية وردية اللي هي بتاعة النيوتريشن، او بتاعة الادمنستريشن، او بعمل كيموثيرابي علاج كيميائي، او باخد عينات دم كتير فانا بركب له كانيولا ودم اشكشكه كل شوية اللي هي ريبريتد لابس، اللي هي باخد عينات دم كتير. بعد كده اسسمنت والبلاننج. كده تقريبا لسه حاجة اخيرة تحت خالص ناخدها بالمرة. ايه هي بتاعتنا الكومون كومبليكيشن، ايه هي المضاعفات بتاعتنا
الكومبليكيشن بتاعة البيشنت ده يا اما عنده انفلاميشن، عنده الالتهابات دي بتجرى فيه، بتحصل فيه الجدران بتاعة الأوعية الدموية. فاما الجدران بتاعة الأوعية الدموية تتضخم تسد مجرى الدم، معرفش اركب له كانيولا. دي من الكومبليكيشن، من المضاعفات. بعد كده عندنا سويلنج، عنده تورم، ده من مضاعفات برضو تركيب الكانيولا، بيجيله سويلنج. طيب من مضاعفات تركيب الكانيولا برضو هيماتوما، حصل نزيف داخلي تحت الجلد، حصل نزيف تحت الجلد فبيكون تجمع دموي اللي اسمه هيماتوما. بعد كده لوكال انفكشن، حصل عدوى موضعية بسبب ان في بليدنج طلع من الهيماتوما تجمع دموي فحصل انفكشن لوكال انفكشن. بعد كده حصل اوكيوليجن او بلاد كلوت في البلد، اللي هو حصل جلطة دموية في الدم. ماشي تمام يا شباب. ناخد المحاضرة اللي بعد كده، هناخد الاكسجين ثيرابي اللي هو العلاج بالاكسجين. اول حاجه معانا في الاكسجين ثيرابي، واول سؤال ممكن يجيلك ايه هو الويز اوف اكسجين كاريت، اللي هو ازاي الاكسجين انبضي في الجسم. هو تو واي يا اما اول واحد اللي هو dissolved في البلازما، بدوبه في البلازما. وتاني حاجه الهيموجلوبين اللي موجود في الريد بلاد سيلز في كرات الدم الحمراء بيكون مشبع بالاكسجين، فبيتم عملية الامتصاص اللي هو بيتم عملية الامتصاص بواسطة كرات دم الحمراء، اللي هو بنتم عملية امتصاص كرات دم الحمراء عن طريق الهيموجلوبين، فبيتسمى اوكسي هيموجلوبين، الاكسجين الهيموجلوبين. ماشي تمام. بنعمل له عملية ابزوربشن اللي هي امتصاص. ايه هي بقى الفاكتور اللي بتأفكت على الاكسجينيشن؟ الليفل هيلث مستوى الصحة، والايدج العمر، واللايف ستايل نمط الحياة، والتعرض الانفايرومنتال اكسبوجر اللي هو التعرض البيئي. تمام. يبقى في الفاكتور اللي بتأثر على الاكسجين، ايه انت بتكتسب الاكسجين منين؟ يا اما بكتسبه من البيئة. فالبيئة بتاعتك افرض التعرض للبيئة بتاعك بتتعرض لبيئة سامة، فديا من الفاكتور اللي بتأثر على الاكسجينيشن اللي موجود في جسمك. طب ايه تاني ممكن يأثر على الاكسجين اللي في جسمي؟ نمط الحياة بتاعي، اللايف ستايل. وايه تاني اللي ممكن يأثر على مستوى الاكسجين في جسمي؟ اي امراض بقى إلنس فبنسميها ليفل هيلث. وكمان الايدج، نسبة الاكسجين في الدم عند الاطفال مش زي عند الشباب، مش زي عند الادلت اللي هم الناس الكبار في السن. بعد كده ايه هي السورس اللي بنجيب منها اوكسجينيشن؟ يا اما في الوول زي السكشن بالظبط. السكشن عنده منه وول او بورتابل. برضو الاكسجين يا اما وول او بورتابل. الوول في حالات الكويكلي الاستخدامات السريعة، والمحمول اللي هو البورتابل في حالات الامرجنسي الطوارئ، او بنستخدمه في المنازل اللي هي الهومز. بعد كده الانديكيشن، دواعي الاستعمال: بدي اكسجين لمريض ايه؟ للمريض اللي هو عنده لونج ديزيز دي امراض الرئة زي بنيومنيا وبالمونري ايديما، وزي الكارديو اوبستراكتيف بالمونري ديزيز اللي هي السي او بي دي. و ايه تاني؟ والانفازيما اللي هو الانتفاخ الرئة. يبقى في حالات البنيومنيا اللي هو التهابات الرئة، وبحالات حصل انفلاميشن في الرئة فبنسميها بنيومنيا، وحصل إديمة حوالين الرئة فبنسميها بالمونري إديمة، حصل انفازيما اللي هي انتفاخ في الرئة فبنسميها انفازيما، حصل حاجة اسمها كاردياك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز اللي هي سي او بي دي، مرض الانسداد الرئوي المزمن. بعد كده خدنا ان في هارت ديزيز امراض القلب زي هارت فيلير او كوروناري ثرومبسيس اللي هو تجلط الشريان التاجي، او حصل تشك في الهارت. تمام. احنا بنقول المرض وبنقول امراض منه، يعني حاجات عنه. طيب
فيتال ديستريس اللي هو حصل الجنين يعني، ماشي، او بالاخص بالمنظور العام يعني ممكن تقول سيرجري، بدل اللي هو مكتوب ده كله بتقول الكلمة اللي في الاخر اللي هو سيرجري. تمام. بعد كده اخر حاجتين بنقول ان حصل الكربو مونوكسيدي حصل له زيادة التسمم، توكسيميا، حصل تسمم بسبب زيادة الكربون اول اكسيد الكربون اللي هو الكربون مونوكسيديا. ماشي يا شباب. تمام. يبقى في الانديكيشن بتاعت الاكسجين ثيرابي، الاكسجين من منظور الانسان العادي الطبيعي عارفين ان الاكسجين بيخش على اللنج، فمن دواعي الاستعمال ان انا بدي ليه اكسجين للمريض ده، اكيد عنده مشكلة في اللنج بتاعته، فبنقول ان اللنج بتاعته عندها 3 امراض او 4 امراض: بنيومنيا، التهابات، عنده بالمونري اديما، تجمع ماء حوالين الرئة فضاغط على الرئة فهو مش قادر ياخد نفسه فما فيش اكسجين. في حالات الامفيزيما، انتفاخ الرئة، او بنسميها اللي هي البارل شيست، الشيست بتاعه عامل زي البرميل فمفيش فيه هواء. طيب في حالات الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز السي او بي دي، انسداد رئوي مزمن. وفي حالات الهارت ديزيز ما هو برضو الاكسجين ده بيخش على القلب. هتقولي بيخش على القلب ازاي؟ مش القلب بيضخ الدم للرئة الاول عشان ياخد دورة في الرئة، وبعدين يجيب الاكسجين فيبقى الدم مؤكسج ويخش على القلب تاني، فالقلب يقوم ضخه لجميع اجزاء الجسم. فهو بقى اصلا في ديزيز في اللنج، في امراض في الرئة، فهيبقى في ديزيز فين؟ في الهارت. يبقى يا هارت فيلير او حصل تجلط كلوت في الشرايين، ماشي، او حصل تشوك صدمة. بعد كده نرجع تاني فوق للايرواي ونقول ان هو اتنفس نفس غلط، خد كربون مونوكسيد، يا اول اكسيد الكربون مش ثاني اكسيد الكربون اللي هو بيخرجه، ففي حصل تسمم بسبب الكربون مونوكسيديا، او حصل تغير تشينج في الريت او الريت ريسبيراتوري، معدل التنفس، فنسميها هايبوكسيميا. ما هو نقص الاكسجة، احنا بنديله اكسجين عشان عنده نقص اكسجة اللي هي هايبوكسيميا. تمام يا شباب. تمام. بعد كده ايه هي الكومون ساينس، العلامات اللي بتظهر على البيشنت بتاعي ده؟ البيشنت ده قلنا ان هو عنده امراض رئة، مش احنا قلنا من دواعي الاستعمال عنده امراض رئة؟ فطبيعي ان هو عنده الانرجي بتاعته قليلة، ديكريس في الانرجي، وعنده كمان ايه تاني ممكن اقوله لكم هنا عشان نجمع المعلومات؟ الرابد، لا مش الهارت، احنا بنتكلم دلوقتي عن الريسبيراتوري. بس هي دي اللي موجودة. لا لسه في السيتنج اب تو بريس، عنده صعوبة في التنفس عند الجلوس. بعد كده يا شباب في على القلب فيه عنده امراض اللي هي هارت ديزيز، فبنسمي اول حاجة رابد هارت ريت، سرعة في ضربات القلب. وبعد كده عنده هايبرتنشن، ارتفاع في ضغط الدم. ما هي دي برضو من الكومون ساينس، من العلامات اللي موجودة، لان البيشنت بتاعي بيبقى عنده ريزلتنس اللي هو عنده ارق، فهو مش قادر ياخد نفسه، فتعبان عايز ياخد اكسجين، ما فيش مصدر اكسجين داخله، فاحنا بندخله مصدر اكسجين صناعي. النوز بتاعته برضو الاوبن بتاعها كبير، عنده الاتساع في فتحتين الانف، فمش قادر برضو ياخد نفسه. مش هو عشان اتساع في فتحتين الانف فياخد نفسه، لا، اما هي تتسع هياخد الجزء اللي فوق اللي هو زي اللي جنب اللي حوالين العظم ده، هيضغط على الحاجز الانفي فمش هيقدر يدخل اكسجين للاير واي بتاعته. البيشنت بتاعي عنده سليمنس، بيشعر بالنعاس وبيشعر بالتشوش اللي هي confusion، وعنده غيبوبة كوما، وكمان استوبر اللي هو عنده ذهول. تمام يا جماعة. تمام. كفاية كده لان هي اصلا تلخبط لوحدها، فحاول انت ترقمها من دواعي الاستعمال، شوف الانديكيشن انت اتكلمت فيه عن ايه وحاول تكمل منه في الكومون ساينس. كل حاجة
بتساعدك ان انت تطلع الحاجة التانية. بعد كده في الكومبليكيشن بقى، في المضاعفات بتاعتنا، الكومبليكيشن حصل بقى اكسجين نقص في التهوية، اكسجين اندكيود هايبو فنتيليشن الناتج عن الاكسجين، نقص التهوية الناتج عن الاكسجين. ازاي بينقص التهوية عن الناتج عن الاكسجين؟ طول ما انت بتدي اكسجين كتير ده غلط. الاكسجين لوقت معين تديه، مش هتدي جرعة اوفر دوز، لان الاوفر دوز ده بيأثر تأثير عكسي على البيشنت. اللي هفهمكم الحكاية ماشية ازاي. الاكسجين اما بخش جسم البني ادم اصلا المسؤول عن عمليه الفنتيليشن كلها السي او 2 مش الاكسجين. ليه؟ لان السي او 2 كل ما تزيد نسبته في الجسم بيدي اشارات للمخ، ان المخ تدي اشارات للرئه ان هي تعمل عمليه انهاليشن، اللي هو انهاليشن اكسهاليشن اقصد، اللي هو يخرج السي او 2 بحيث ان هو يقل ويدخل الاكسجين، بحيث ان الاكسجين يدخل الجسم وياخد الدورة كلها ويطلع من الفضلات سي او 2، فالسي او 2 يزيد فيدي اشارات تاني للمخ، والمخ يدي اشارات للرئة، وهكذا، وبتبقى ماشية بنفس الطريقة. ماشي يا شباب؟ تمام. وانا فين في الكومبليكيشن؟ ماشي. بعد كده خلاص عرفنا ليه بيحصل اكسجين اندكيوت هايبوفنتيليشن الناتج عن الاكسجين. بعد كده بناخد اكسجين توكسيتي، اللي هو سمية الاكسجين. السمية بتاعت الاكسجين لو انت خدت هاي اوفر دوز بتعمل سمية. يبقى اول حاجة الاكسجين الزيادة بيعمل ايه؟ بينقص التهوية وبيدي سمية. وكمان حصل البلمونري كولابس او فيلير للبلمونري، البلمونري خلاص حصل فشل رئوي. وبعد كده اكيولر دامج، تلف في العين. ازاي تلف في العين؟ لان تعرض العين للاكسجين بيسبب اكيولر دامج، بيحصل تلف في العين. بعد كده النزل كانيولا. ماشي. ايه هي النزل كانيولا؟ المميزات بتاعتها، المزايا بتاعتها ان هي لايت ويت خفيفة الوزن، وكمان كومفورتابل مريحة، وكمان ان هي ان هي غير مكلفة، ان اكسبنسيف غير مكلفة. وكمان بتستخدم لو انت عايز تاكل ميلز او كف، عايز تكح او عايز تتكلم عادي، دي سهلة في النزل. كان في النزل كانال اللي هي بتخش في فتحتين الانف بس، ماشي، اللي هي دي. ماشي يا شباب. وفي حالات بقى التانية اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، السيمبل ماسك اللي هو ده. ناخد الاول ديس ادفانتج بتاعه النزل كانال. من الديس ادفانتج بتاعه النزل كانال حاجتين اتنين. اول حاجه ان هو بيعمل ألسر وبيعمل irritation في الجلد، اللي هو في السكن عند الطرف بتاع التيوب كده، بيعمل تقرحات، يعني اللي هو ألسر او بريك داون او irritation على حسب انت عايز تقول ايه. طيب وبيعمل كمان ده نتيجة احكامها، ان انت بتعمل ابليكيشن اوف نازل كانال على النوز، فبتعمل تقرحات وإريتيشن كمان في النوز. تاني حاجة ان هو معدل التدفق اللي بيتجاوز من 6 ل 8 بيعمل تهيج وجفاف في الغشاء المخاطي. اهو بيقولك الريت اللي بيعدي عن 6 ل 8 بيعمل irritation وبيعمل drying اوف في النزل في الانف، وكمان في الفارينجل ميوكس اللي هو الغشاء المخاطي للانف والبلعوم. طيب ايه هو بقى السيمبل ماسك؟ السيمبل ماسك وعرفنا ان ليه ادفانتج مهمة قوي. بس نرجع الاول على النظر كانال، نشوف المعدل التدفق بتاعه من كام لكام. من 2 ل5. طيب لو عدينا ال5 اللي هو من 6 ل8 يبقى كده غلط. طيب في السيمبل ماسك معدل التدفق من 5 ل8. ماشي، من 5 ل8. طيب معدل التدفق ده لو زاد عن ال5 ل8 مش مكتوب، صح؟ مش مكتوب. طيب
ناخد بقى ايه هي الادفانتج بتاعت السيمبل ماسك، اللي هي المزايا ان هو سهل الاستخدام simple to use and inexpensive اللي هو غير مكلف. تاني حاجة معانا ان هو كان provide increase في ان هو بيوفر توصيل متزايد من الاكسجين لفترة قصيرة، لفترة شورت لونج. ازاي بيوصل شورت تايم؟ ازاي بيوصل فترة ازاي ان هو بيعمل انكريز؟ يعني طول ما انت لابس الماسك بتاع الاكسجين بيزود الاكسجين كل شوية، يعني هو مش ثابت، هو بيزوده كل شوية ماشي في فترة قصيرة. طيب الفترة بتاعته بتبقى 12 ساعة، تقدر تلبسه لمدة 12 ساعة. طيب الديز ادفانتج العيوب ان هو بيعمل اريتيشن للاي، وكمان بسبب ان هو فيه ليك اوف فروم ماسك، بتسبب تسرب الاكسجين من اعلى القناع، وبيعمل difficulty في الايت و difficulty في التوك. ان انت ما تقدرش تتكلم وانت لابسه، وما تقدرش تاكل وانت لابسه. وبيعمل difficulty to keep mask، صعوبة ان انت تقدر تسيب الاوفر نوز والماوس، تسيبه فترة طويلة على الانف والفم. ما محدش بيستحمل اصلا حاجة شبه كده. طيب بالنسبة بقى للانواع بتاعت الماسكات بتاعتنا، عندنا منها 9 انواع ماشي. اول نوع معانا النازل كانال، والسيمبل ماسك تاني نوع، والفنتيليشن ماسك تالت نوع، والرابع اللي هو السي بي اي بي اللي هو القناع السي بي اي بي. وكمان عندنا الحقيبة بتاعة الانعاش الرئوي اللي هي الباك بتاعة الراسبيريشن. وعندنا بتاعة الاي تي تي اللي هو المريض لما بيفقد القدرة على حماية الاير واي، او عنده غيبوبة كوما، او عنده اصابات بالغة، عنده تريوما يعني في اي مكان. طيب جهاز التنفس الصناعي اللي هو الميكانيكال فنتيليشن، وعندنا القطعة اللي على شكل تي، البايس اللي على شكل تي يعني. وكمان عندنا لسه واحدة اللي هي الاكسجين تنت، الخيمة بتاعة الاكسجين اللي بنستخدمها للاطفال والرضع. كده خلصت المحاضرة بتاعة الاكسجين سيرابي. لسنا كام محاضرة بقى يا شباب؟ يبقى كده لسنا النازو جاستريك تيوب والنبلايزر. استعانوا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب ايه هو بقى البيربوز بتاعة النازو جاستريك تيوب؟ اول حاجة معانا ان احنا بنعمل بقى ادمنستريشن للفيدنج بس كده؟ لا، وادمنستريشن للميديكيشن، ان انا بدي بيها الادوية وبدي بيها الطعام. طيب ايه تاني؟ ان احنا بنعمل بيها جاستريك ووش او جاستريك لافاج. يعني ايه جاستريك ووش او جاستريك لافاج؟ اللي هو غسيل المعدة، بننضف المعدة من المواد التوكسيك اللي موجودة جواها، اللي هي المواد السامة في حالات التسمم. ماشي يا شباب؟ تمام. وكمان بنعمل بيها diagnostic purpose، اللي هو يعني ايه اللي هي الحاجات التشخيصية، تشخيص عن طريق ان احنا بنسحب بعض من الفلويد اللي موجود، او اللي هو السكريشن اللي موجودة في الاستومك اللي هي المعدة، ونحللها في المختبر. طيب بعد كده بنسيطر مونيتور على النزيف البليدنج اللي موجود جوه الانتستينال او المعدة. ماشي، نسيطر على النزيف اللي موجود في الجهاز الهضمي يعني. ماشي. وكمان ان احنا بنساعد في الايقاف بتاع النزيف. مثلا لو النزيف جاء عن طريق ان في جرح جوه، فاحنا بنسحب بعض من الحمض بتاع المعدة عشان نوقف النزيف الجرح اللي موجود جوه المعدة. ماشي يا شباب؟ تمام. بعد كده ان احنا بنخفف الضغط عن طريق بنخفف البريشر اللي موجود جوه الاستومك عن طريق ان احنا بنسحب بعض من الاير او بعض من الفلويد، عشان ما البيشنت بتاعي ما يعملش فوميتنج او ترجيع، والديستنشن اللي هو بنقلل الانتفاخات اللي جوه المعدة. الانديكيشن بقى دواعي الاستعمال بتاعتنا اللي بنستخدم فيها النازو جاستريك تيوب، ان البيشنت بتاعي كان نوت على الايت، ان هو مش قادر ياكل، inability to eat، مش قادر يعمل فيدنج، مع ان الجاسترونتستينال تراكت الوركينج بتاعه شغال جيد يعني. بعد كده ان المريض بتاعي بيرفض تناول الطعام، refuse to eat
بعد كده في حالات الإلدري كبار السن، وفي حالات التشنجات التريومة برضو بستخدم فيها النازوجاستريك تيوب. بعد كده هناخد ماشي، وافكركوا ان احنا بنستخدم النازوجاستريك تيوب لمدة 6 اسابيع. لو انت حبيت تزود عن المدة دي ما ينفعش نستخدم فيها نازوجاستريك تيوب. بنستحضر عمليتين. اول عملية اسمها اللي هي الجاستروستومي او الجاسترو جيجينوستومي. ماشي يا شباب، تمام. يبقى احنا قلنا كده ايه هي الفترة بتاعة النازوجاستريك تيوب. 6 ويك، 6 ويك يعني 6 اسابيع. طيب دي المدة المسموحة بيها. طيب غير كده لو المدة عايز اوفر عن كده، عايز يزود عن كده، البيشنت بتاعي في كوما، في غيبوبة اقصد يعني، البيشنت بتاعي لسه مطول معانا في المستشفى، ايا كان الاجراء، فالدكتور المتخصص بالبيشنت ده المسؤول عن البيشنت بيركب له حاجة اسمها جاستروستومي او جاستروجيجينوستومي. دي بتوصل الطعام دايركتلي انتو ستومك في المعدة او السمول انتستين، الامعاء الدقيقة. ازاي يا جماعة؟ عن طريق سمول انسيجن، اللي هو فتحة صغيرة في الابدومين البطن، بتتوصل بيه دايركت على طول، يا اما بالستومك او بالسمول انتستين. قشطة، ماشي تمام. طيب دي مميزاتها ايه؟ دي لونج تيرم يوز، دي بنستخدمها لفترات طويلة عادي ولا تشغل بالك بيها. تمام. ناخد ايه هي الكونترا انديكيشن بتاعتنا. الموانع بتاعتنا جميلة ولذيذة جدا. اول حاجة يعني احنا عايزين نركز فيها بطريقة تكون كرياتيف شوية عشان محدش ينساها. طيب ايه هي الجاستريك ألسر؟ البيشنت بتاعي اصلا الموانع اللي انا ما ينفعش اركب فيها نازو جاستريك تيوب. امتى ما ركبش البيشنت انبوبة توصيل او انبوبة تغذية من اللي هي المعدية دي؟ اما يكون عنده قرحة في المعدة. طيب ليه؟ عشان ممكن وانا بدخل الانسيرشن بتاع النازو جاستريك تيوب اخبط في القرحة دي، او اصلا التيوبة تفضل لازقة على القرحة. ممكن تكون القرحة عند فوهة المعدة فتفضل لازقة ليه، فعاملة بين للبيشنت، وانا مش عارف ان هو عامله له بين او عامله له نزيف داخلي جوه في المعدة. فده غلط، ما ينفعش اركب جاستريك ما ينفعش نركب نازو جاستريك تيوب والبيشنت عنده جاستريك ألسر. وهكذا بقية الإجابات بقية الأنواع اللي أنا هحكيها دلوقتي. والجاستريك سيرجري، عامل عملية جراحية في المعدة، أو عنده اللي هي الفستيولا اللي هي بس المرة دي بقى مش الفستيولا اللي احنا متعودين عليها اللي هي بتبقى وصلة شريانية وردية. لا، المرة دي وصلة وصلة في اللي هي مجرى الاكل ومجرى التنفس. قشطة، تمام تمام. بعد كده طب ليه ما ينفعش؟ عشان ممكن انت داخل يا باشا تقوم داخله عند ايه، مجرى التنفس، او تقوم داخله في حته غلط يعني. ايا كان المسمى اللي انت عايز تسميه، بس ما ينفعش تركب نازوجاستريك تيوب للبيشنت اللي عنده فيستيولا بين المريء وبين مجرى التنفس، البلعوم يعني، بين البلعوم والمريء. ماشي يا شباب، تمام. او عنده اي ابنورماليتيز في الاسوفيجال، ماشي، او سيرجري. يعني ايه الكلام ده؟ عنده تشوهات في المريء او عنده عملية جراحية في ايه، في المريء. طيب او عنده انسداد في مجرى الهواء. صح كده زي ما احنا ماشيين تمام ولا ايه؟ لا لسه. بقول لك بوليبس ان نوز عنده اسمها بيسموها يا جماعة شايل اللحمية اللي موجودة في الأنف، اللي هي بوليباس النوز. وعنده ريسنت نازل سيرجري، عامل جراحة أنفية حديثة ريسنت لسه. ماشي. وبقول لك كمان عنده ديفايد نازل سيبتم، يعني ان هو بقول لك الحاجز الأنفي بتاع البيشنت متحرك. ماشي. ايه تاني؟ عنده فاسيال تريوما، عنده اصابة في وجهه، او عنده امبارد في الاير واي، عنده اللي هو انسداد في مجرى الهواء. تمام يا شباب، تمام. بعد كده ايه هي الكومبليكيشن بتاعتنا؟ المضاعفات. اول حاجة في المضاعفات المينور كومبليكيشن، اللي هي الحاجات الصغيرة اللي انا ممكن اسيطر عليها على قدر الامكان.
عنده مثلا نوز بليدنج، نزيف في الانف، او عنده السينيوسيتس او السور ثروت اللي هو التهابات في الجيوب الانفية او التهابات في الحلق. تمام يا شباب؟ تمام. بقولك بقى في بعض الاحيان sometimes more significant اللي هي المضاعفات تبقى اكتر خطورة. complication occur including بتبقى اكتر خطورة، بما في ذلك هنقول بقى ايه هي الحاجات اللي اصعب من المينور. بقولك بقى ان هو اول حاجة معانا حصل اريوجن في النوز. يعني ايه اريوجن في النوز؟ يعني حصل تآكل في الانف. حصل تآكل في الانف فين؟ اكيد مش في اي موضع كده تلقائي، مش موضع عشوائي، يعني حصل في الموضع اللي انت بتثبت فيه التيوبة. يبقى تمام. تاني معانا بقولك من الكومبليكيشن، من المضاعفات، ان من المضاعفات الكبيرة بقى اللي هي النوع التاني، اريوجن في النوز، حصل تآكل في الانف. تآكل في الانف فين؟ في الموضع اللي احنا بنثبت فيه التيوب. قشطة. تمام. بعد كده الاسوفيجال حصل له بيرفوريشن. يعني ايه الاسوفيجال؟ اصلا احنا مش عارفين يعني ايه الاسوفيجال. يعني مريء يا جماعه. الاسوفيجال اللي هو مريء حصل له بيرفوريشن. طب يعني ايه بيرفوريشن؟ اتخرم يا جماعه، اي حاجه اتخرمت كده اهو، هو اتخرم. فدي من المضاعفات. مش احنا كنا بنقول من فوق ان بلاش تدي للبيشنت اللي عامل عمليه وعامل كذا وعامل كذا وعامل من ضمن الحاجات ان هو عنده آه، عملية في الاسوفيجال، تشوهات في المريء او عملية في المريء. البيشنت ده ما ينفعش برضو، يعني من المضاعفات بتاعته كومبليكيشن ان هو يحصل له ثقب في المريء. تمام. بعد كده بيقول بالمونري اسبيريشن. يعني ايه بالمونري اسبيريشن؟ بيقولك ان هو استنشق شويه من الجاستريك او من الفلويد اللي موجوده في الاستومك، في المعده. ماشي يا شباب؟ تمام. بعد كده بروسيجر الاكويبمنت. خلاص مش علينا كده كده البروسيجر تقريبا؟ لا علينا. صح؟ مش احنا انا شرحته لكم وعرفتكم ايه الفرق بين الفيدنج والفرق بين الانسيرشن والريموفينج، مشروح في فيديو قبل كده. شكرا ليكم. نبدأ في المحاضرة اللي بعدها. ناخد اخر محاضرة معانا انبلايزيشن. يا جماعة انا عارف ان الفيديو ده نازل 2026 متأخر، فانا اسف والله، بعتذر. انا اصلا كنت مسجل 3/4، كان ناقصني اخر محاضرتين دول. فسجلتهم بعد ما خلصت العملي بتاعي. فانا قلت ان كده كده بدل ما انا عامل المشروع ده كله لوجه الله، فاكمل جميلي واسجل الباقي عشان اعرف افيد الدفعات اللي بعدي باذن الله. وان شاء الله يعني اكون اعرف افيد الدفعات اللي بعدي بفيديوهات تانية، مش نفس الفيديوهات دي، اعرف اعمل لهم فيديوهات تانية ان شاء الله. عشان ما اطولش عليكم وناخد المحاضرة اخر حاجة في المحاضرة النبلايزيشن. خلاص مش عايزين نعرف الانترودكشن، ماشي، بس عايزين نعرف ان هو بيستخدم بنعالج بيه حالات الجهاز التنفسي. ماشي. الريسبيراتوري كونديشنز. ماشي. حالات الجهاز التنفسي. ماشي. ده الاكشن نبرايزر بلس وات از. ماشي سيبك من دي. ايه الاكشن سوليوشن؟ انا عايز بس حاجة تكون فيها مثلا انديكيشن. ثانية واحدة. ماشي. اول حاجة معانا بقول solution. انا عايز بس حاجة تكون فيها مثلا indication. إيه... ثانية واحدة ماشي. اول حاجة معانا بقولك ايه هي الجولز، الاهداف اللي احنا بنستفيد منها من النبلايزيشن، عملية الاستنشاق، او من النبلايزر اللي هو جهاز الاستنشاق. ان احنا بنريموف للسكريشن. يعني ايه نريموف للسكريشن؟ بص يا شباب انا فاهمك ازاي بيطلع السكريشن. اول حاجة انت بتحط مادة في قلب القب بتاع جهاز الاستنشاق. اكيد المادة دي مش اي كلام، مش بنستخدمها لاي حاجة. المادة دي مثلا لمرضى الربو او لمرضى كذا او لاي حاجة، اي علاج يعني، سواء از دكتور اوردر. فهو بيتحط عشان يفضي السكريشن اللي موجودة في الايرواي. المادة دي فعالة ان هي بتدي اوامر للجهاز بتاع التنفسي او اللي هو مجرى التنفس الايرواي،
ان هو يطرد ان الحاجات اللي موجودة جواه عشان البيشنت بتاعي يعرف يتنفس. ايا كان الاستفادة من النبلايزيشن او من الاكسجين ثيرابي اللي هو العلاج بالاكسجين، فالاتنين بيعالجوا حالة ان المفروض يطلعوا سكريشن من المجرى التنفس. طيب لو منفعش مع البيشنت ده او ده والوضع اتطور معاه بطريقة اصعب من كده، فبنستخدم معاه السكشن. فهمتوا احنا ليه واخدين التلات محاضرات دول؟ الاولى الاتنين اصلا بيكملوا بعض، بتاعة الاكسجين ثيرابي او بتاعة النبلايزر، بس الاتنين بيعالجوا حاجات مختلفة. ده بيعالج نقص الاكسجين وده بيعالج مثلا مرض جهاز الربو او اي حاجة يعني اللي عندهم ربو والكلام ده. طيب ايه ثاني؟ السكشن بيشيل السكريشن اللي موجود في مجرى التنفس اللي هو الاير واي. عشان كده احنا كنا بنقول من البيربوس بتاعتها بنشيل السكريشن عشان ما اللي هي عامله اوكيوميليشن تراكمات عشان ما تسببش انفكشن عدوى. طيب ايه تاني من بعد الريموف سكريشن؟ عنده امبروف فنتيليشن ان هو بيحسن التهويه او ايزي فنتيليشن زي ما انا عودتكم في السكريشن. قلت لكم برضو عايزين نعمل ايزي للفنتيليشن، تسهيل او تحسين في التهوية. طيب بعد كده ايه هي الانديكيشن بتاعت النبلايزر؟ دواعي الاستعمال: بنستعمله في حالات التهاب القصبة الهوائية اللي هي البرونكو بنيومنيا، التهابات القصبة الهوائية، او في حالات البرونكو ازمة او اسبازم اللي هي بتاعت الربو القصبي او التشنج القصبي. ماشي. بعد كده البرونكوتس، يعني ايه؟ التهابات الشعب الهوائية، كله في البرونكو ما عدا واحدة بس، يبقى يا برونكو بنيومنيا او برونكو ازمة او برونكو برونكوتس. تمام. برونكو بنيومنيا، برونكو ازمة، آه برونكوتس. ماشي. يبقى قلنا التهابات قصبة هوائية، التهابات شعب هوائية، ربوة اللي عندهم تشنج أو ربو القصوي. بعد كده بيقولك initiates infection accumulate accompanied معلش بعتذر accompanied اللي هي مربوطة بالقف، أي عدوى في الصدر مصحوبة بإفرازات أو مصحوبة بكحة. ماشي. تمام. ايه تاني؟ بقول لك ايه هي السايت اللي بتأفكت على الآثار الجانبية. يعني الآثار الجانبية بتاعت النبلايزر ان هو ممكن يجيب دراينس، جفاف في مجرى التنفس في الجهاز التنفسي اللي هو الريسبيراتوري سيستم. ممكن يعمل ايه تاني في الجهاز التنفسي؟ الميوكس ممبرين يجيلها جفاف، دراينس في الميوكس ممبرين اللي موجودة في الريسبيراتوري سيستم. او ممكن يعمل irritation تهيج في الميوكس ممبرين الأغشية المخاطية اللي موجودة في الريسبيراتوري سيستم. يبقى بيعمل حاجتين، أول حاجتين معانا دراينس وإيريتيشن. ماشي. دراينس وإيريتيشن في حالتين، بيعمل دراينس وإيريتيشن في الميوكس ممبرين الموجودة في الريسبيراتوري سيستم، أو بيعمل دراينس وإيريتيشن في الكوروني اللي هي قرنية العين. يعني ليه؟ لأن التعرض في العين للبخار لفترة طويلة زي ما احنا خدنا في الأكسجين ثيرابي بيعمل تهيج أو بيعمل دامج في الاي او اي بروبلم في الاي بشكل عام، يعني العينين. بعد كده حصل اللي هي لانج كولابس انهيار في الحويصلات الهوائية او دامج لانج بالمونري اي حاجة زي برضو زيها في الاكسجين ثيرابي. قلنا نفس الكلام بيحصل بالمونري لابس كولابس او حصل بالمونري فيلير. فاكرين الكلام ده؟ تمام. بعد كده ايه هي الامفازيما؟ الامفازيما دي انتفاخ رئوي. اول حاجه معانا بنعمل ازاي كير للنبلايزر؟ بقول لك اول حاجه في النبلايزر بنعمل يعني مثلا هو ضروري عشان ما يجيش التهابات رئويه، التهابات في الجهاز التنفسي، عدوى الجهاز التنفسي زي البنيومنيا اللي هي التهابات الجهاز الرئوي. ماشي يا جماعه. بعد كده بنعمل ازاي؟ اول حاجه الواشنج ذا ميديكيشن كاب، بنغسل كوبايه الدواء افتر ايتش بعد كل عملية، بعد كل استخدام، وورم بمية دافية وسوبي اللي هو صابون يعني. وكمان
اير دراي لحد ما يبقى اير دراي. بعد كده يا جماعة بقولك ان انت بتعمل after last use of day، بتعمل البروسيجر دي بتكرره بعد اخر حاجة انت بتعملها في اليوم، اخر اجراء او اخر عملية استنشاق، عملية نبلايزر يعني في اليوم. بتعمل العملية دي اللي هو بتغسله وتنضفه وكده، وتحفظ اللي هي القطعة بتاعة الماوس اللي هي البايس، تحفظ الماسك يعني او قطعة الفم في مكان امن يعني ليها يكون سيف. بعد كده اخر حاجة ازاي بنمسح الجهاز ذات نفسه. بقولك بعد من 3 ل4 ايام كده بعد الاستخدام بتنضف النبلايزر. ازاي؟ washing the part عن طريق الفينجر. يعني ايه فينجير دي اللي هو الخل and wash solution مية بملح. بتنضفه بخل ومية وملح. ازاي؟ عن طريق ان انت بتحط نص كوباية فينيجر اللي هي الخل، وكوب ونص من المية، وتقلبهم مع بعض، وبعدين تمسح الجهاز وتسيبه لحد ما يبقى دراي. كده هتكون انتهت محاضراتنا كلها. وشكرا لكم والله على حسن استماعكم ليا، واتمنى من ربنا ان هو يكتب لكم التوفيق في كل مكان يا رب. واستنونا ان شاء الله في الاجازة في حاجات حلوة وهتبقى مهمة بالنسبة لكم، وكمان بالنسبة لبقية الجامعات الأخرى مش جامعة عين شمس بس، لجميع الجامعات الأخرى كلها هيبقى محتوى عام يعني. باي باي. الليالي بتاعة البراكتس انتهت خلاص. استناكوا في سنة تانية ان شاء الله، وتكون سنة سعيدة عليكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.